السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وها انتينا يا لاله وجبت لك الرفيسه، وجبت لكم الرفيسه البنات على حقها وطريقه. الرفيسه البلديه الاصيليه، ماشي رفيسه البريستيج البنات، الرفيسه ديالنا من مطبخنا العريق. تبعوا معايا الفيديو للاخير، غادي يكون فيه بزاف ديال الاستفاده. اللي مازال ما عملتش اللايك فاختي هبطي عملي معاك ديك اللايك، الله يجازيك بالخير. واللي مازال ما اشتركاتش في القناه فاختي اشتركي، اش كتستناي؟ نبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير البنات كنحتاجو واحد 800 غرام ديال البصله مقطعه هكذا شرائح. البصل الابيض ولا كان عندكم البصل احمر فاستعملوا كيلو. كذلك كنحتاجو واحد ملعقه مملوءه بالسمن اللي ما يكونش حار بزاف، السمن عادي. كذلك كنحتاجو واحد ملعقه مملوءه براس الحانوت واللي ما يكونش حار، والبنات اللي كيعجبهم راس الحانوت حار يمكن لكم تستعملوه. ايضا كنحتاجو واحد جوج ضروس ديال الثوم اللي يكونوا منقيين ومغسولين مزيان هكذا صاينين. بالنسبه للعطريه ملي كنهضروا على الرفيسه المغربيه التقليديه ديالنا كنهضروا على العطريه الاصيليه اللي مطحونه على اليد. ملي كنهضروا على الرفيسه يعني خصكم يا اما تطحنوها على يدكم يا اما تمشيو عند العطار يطحنها حداكم. غنعطيكم مقياس ديال 10 ديال الناس. وانتوما شوفوا على حسب الدجاج والكميه اللي عندكم. هذا القياس هذا البنات استعملت العطريه 3 ديال المعالق ديال الابزار اللي ماشي عامرين، غير مملوئين، لان الابزار ملي كيكون مطحون العيد كيكون حار بزاف. كذلك واحد 3 ديال الملاعق صغار ديال الخرق ومعرق اللي غير مملوءه. كذلك واحد 3 ديال الملاعق صغارين مملوءه جدا ديال السكنجبر. عندي هنايا البنات واحد ملعقه مملوءه ديال الحلبه اللي عملتها في الماء سخون باش يحيد لها ديك المروره ديالها. من بعد البنات ملي كتعملوا لها هاد الماء سخون يعني كتحيدوا لها ديك اش غادي نقول لكم، اللوغو ديال الخايب ما كتبقاش مجهده. ملي كتعملوها في المرقه ديالكم ما كتطلقش ديك المذاق القوي ديالها، كتجي عاديه جدا. استعملوا هذه الطريقه فغادي تعجبكم ان شاء الله الناس اللي ما كتعجبهمش الحلوه. كذلك كنحتاجوا الزعفران شعره. عملت واحد كميه ديال الزعفران شعره في واحد الكاس ديال الماء سخون به باش غادي نشرمل هاد الدجاج. الناس اللي ما توفرش عندهم الزعفران شعره عملوا هذوك الضويمات ديال الزعفران شعره ديك ستيتوين كيجيو غزالين وهائلين. كذلك كنحتاجوا واحد كاس العنبه ديال العدس. يمكن لكم تنقصوا الكميه، يمكن لكم تكثروا الكميه، كل واحد وداكشي اللي كيحب. هو انا كاس عنبه كيجي في هذا القياس هو هذا ممتاز جدا. كذلك البنات كنحتاجوا زيت الزيتون. هذه الرفيسه هذه كتعدل بزيت الزيتون فقط. وكنحتاجوا واحد الباقه ديال المعدنوس والقزبور اللي مربوطه. غادي نبداو الطريقه. بالنسبه للطريقه البنات انا هنا استعملت دجاج بلدي. الناس اللي غادي يستعملوا الدجاج العادي يعني خصكم تشرملوه من قبل باش كتدخل فيه الشرموله، ولكن البنات الا عملتوا الدجاج بلدي ما كيستحقش بزاف ديال الشرموله لانه اصلا لذيذ، يعني ما فيش الزفره ديال الدجاج الرومي. البنات المبتدئات الا كنتوا عاملوا هذا الدجاج هذا يعني خصكم تشوطوه بزاف وتنقيوه مزيان من هذاك الشعيرات اللي كيكونوا فيه، لحقاش كيكون فيه واحد الزغب اللي كيكون غليظ على الاخر. يعني حرقوه في البوطه ولا بشي الات ديال الحرق اللي عندكم في الكوزينه ديالكم. انا وضعت هنايا الدجاج ديالي في الطنجره وضفت عليه هذيك العطريه اللي قلت لكم غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يشوفها يعني غنخلي لكم الوصفه كامله في صندوق الوصف ان شاء الله يا ربي. غادي نوضع المقادير ديالي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نوضع عليها هذيك الكاس ديال العنبه ديال الزعفران باش غادي نخلط هاد الاقامه هذه اللي كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نخلط هاد الشيء هذا مزيان وغادي نعملو مباشره على البوطه ونضيف عليه ايضا البصل والمعدنوس ونشحرو غير واحد شويه. هاد نتوما غادي تشوفوا معايا بالضبط.
بالنسبه للبنات كميه الزيت اللي وضعت في هاد المقادير هادي كيدي معانا كاس ديال العنبه ديال الزيت. وبالنسبه للمرقه البنات غادي هاد الكميه هادي كتدي 2 كيلو ديال الورقه الرفيسه اللي مقطعه على شكل طويل، كدي معاكم 2 لتر ونص ديال الماء. وبالنسبه للبنات الكميه ديال الملح اللي كدير بالضبط هاد المقادير هذه اللي عطيتكم ملعقه كبيره مملوءه جدا كما شفتوها عندي في الفيديو. غادي تخليوها تغلي معاكم وتشدوا عليها حتى طيب. انا هاد الدجاج هذا طاب معايا على 40 دقيقه، كل واحد والدجاج ديالو على حسب نوعيه الدجاج. هنايا البنات كان طاب معايا الدجاج ديالي، حيدته من فوق من هاد المرق هذا، وهنايا كبيت هذاك العدس والثومه والحلبه اللي صفيتها من هذاك الماء سخون، شديت عليها واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد حليت عليها الطنجره البنات، لقيتها جاهزه وكل واحد والعدس ديالو. مهم انا العدس كدير لي 10 دقائق يعني ما كتفوتاليش يا البنات. هنايا البنات هذيك الدجاج ضروري تغطيوه بهذه الطريقه هذه باش ما كينشفش معكم. كما كتعرفوا الدجاج بلدي المبتدئات راه كينشف وما كيتحمرش في الفران وما كيبقاش عريان لفتره طويله على سطح العمل، يعني ضروري خصكم تغطيوه بواحد بلاستيك غذائي باش يبقى رطب معكم. هنايا البنات بالنسبه للورقه ديال التريد راني غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. الناس اللي ما شافوش الفيديو فمشيو تفرجوا فيه، غادي تجبروا الطريقه بالتفاصيل. ما بغيتش نعمل لكم فيديو ديال الورقه مع ديال الرفيسه غادي يجيكم شويه طويل. دونك كتعملوا هذيك الورقه د الرفيسه ديالكم كتبخر معكم البنات حتى كيبدا يطلع فيها الفور، يعني كيبدا يطلع فيها هذيك البخار كتحسبوا لها واحد 5 دقائق وصافي وكتطفيو عليها. هنا كتكون معكم جاهزه. بالنسبه للغريف ديال الرفيسه البنات فهو مهم للمبتدئات، لان الرفيسه الا ما تقاتش مزيان يعني ما كتجيش مزيونه في الماكله، كتجي قصحه، كتجي ناشفه. فهاد الطريقه هذه مهمه انكم تعلموها البنات. اول حاجه كتضيفوا المرق في القصعه ديالكم. انا هنا البنات صفيت المرق ديالي هذيك كاع البصله والعدس والحلبه، يعني عملتهم في واحد الزلافه بوحديتهم باش الناس اللي ما بغاوش ياكلوهم يعني ياخذوهم غير مزلافه. ولكن الاهم من هذا الشيء الرفيسه بلديه، يعني داك الشيء خص يطيب فيها، ماشي مثلا العدس طيب بوحديتها هذا الحلبه بوحديتها، لا هما كاملين هاد المكونات عندك الثوم الحلبه العدس كيكملوا بعضيتهم البنات. الا طابت كل حاجه بوحديتها راه ما كتجيش بنينه صدقوني. الحلبه عندها الدور ديالها، العدس عنده الدور ديالو، كل حاجه كتعطي واحد اللذه لهاد الرفيسه ونهاد الطبق هذا. دونك البنات عملوا كلشي مع بعضيتو كما عملت انا، راه كيجي لذيذ بزاف. وصفوا المرق ديالكم، وهذاك الشيء ديال اللي كيبقى لكم ديال العديسه والبصل وديك الشيء كيجي مزيون فحال الدغميره كتقدموه هكذا في الطبيصلات ولا زليفات صغارين اللي بغا كيضيفوا على الطبق ديالو وكياكل. هانتوما كما كتشوفوا الطريقه د الغريف د هاد الرفيسه البنات، يعني كنضيف المسمن ديالي وكنسقي بالمرق وكنضيف المره الثانيه وكنسقي بالمرق، وانتوما ماشيين حتى كتكملوا كاع هذيك الورقه د الرفيسه اللي عندكم.
هنايا البنات المبتدئات من الاحسن تشدوا الدجاج ديالكم باش ما يتحلش معاكم. انا الصراحه ما كانش عندي هذاك الخيط الغذائي ديال الدجاج، كانت سالا ليا ما بغيتش نغامر بالخيط العادي اللي عندي، لان كيكون فيه واحد المواد حافظه، واخا كيكون في البياضه البنات ما قديتش نعملو، ولكن الحمد لله يا ربي يعني ما تفتتوني ما حتى شي حاجه. يعني هذيك اللي شفتو يعني كانت انا طيبتهم. اهم حاجه الدجاج البلدي يطيب مزيان، يعني الدجاج كما كتعرفوا راه ما كيتحمر ما والو، يعني الاهم ديالو هو خصو يجي طايب زبده. تاني حاجه البنات بالنسبه للزواق، يعني كلكم تذوقوا باي حاجه زوقتها بهذه الطريقه هذه. يعني على قدي بس عجبتني هذه الطريقه هذه، ماشي استفت كلشي بما ان رفيسه بلديه 100%. تتزويقه عملتها عشوائيه، ما بغيتش نبقى نزوق فيها بزاف. كما كتعرفوا انا الفيسه بلديه ما كيجيش فيها هذاك القرقاع والشريحه وديك الشيء، كتجي عاديه بالبيضات عاديين. انا عدلت هنايا بيض السمان، هي نورمالمون البنات الفيسه العاديه القديمه كتجي غير بالبيض ديال الدجاج عادي، الدجاج طبيعه الحال البيض البلدي، ولكن انا فضلت نعمل هادو ديال السمان. وهذيك الدغميره اللي فيها البصل والحلبه والعديسه هي هذه نزلتها في الطويصات باش بنادم كياكل هذيك الرفيسه ديالو كتكون نقيقيه، ما كتكونش عامره بالعديس والبصله والحلبه. كنتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم.